في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضرتك فيديوهين بالصوت والصورة داخل الحلقة. الفيديو الأولاني فهو حصل في مهرجان الجونة للفنانة يسرا، وهي طالعة إن هي بتنام مع المخرجين علشان خاطر إن هي تمثل. الفيديو ده أنا هعرضه لحضرتك بالصوت والصورة داخل الحلقة، وكمان هنفهم تفاصيله لأن ليه تفاصيل خاصة. أما بالنسبة للفيديو التاني واللي برضه هعرضه لحضرتك فهو برضه في مهرجان الجونة للفنانة إلهام شاهين، وهي طالعة للأسف ماشية، ولكن للأسف يعني الجزء اللي تحت منها يعني ظاهر قدام الكاميرات. أنا هعرض لحضرتك الفيديوهين دول، وأرجو إن حضرتك تكمل الحلقة للنهاية علشان بس أنا عاوز أوضح لحضراتكم رسالة بسيطة جدا. تعالوا بقى دلوقتي نشوف فيديو الفنانة يسرا وهي بتعترف على نفسها، وهنفهم حقيقة الفيديو ده بعد ما نشوفه. داخل عليا في اوضه النوم، قالت لي مين المجنون ده؟ ازاي داخل عليكي في اوضه؟ مين ده؟ قلت لها ده الاستاذ يوسف شاهين، يعمل اللي هو عاوزه. بس قومني وعمل اللي عايزه؟ طبعا 100%. طبعا ده 100% كل اللي هو عاوزه. قال لي نور الشريف، قلت له اطول مني بكتير، في ايه؟ قال لي انت لمده قوي. قلت له انا لمده. قال لي وشقره، انا مش عايزك شقره. الفيديو ده منتشر بطريقة كبيرة جدا، ولكن حقيقته مختلفة تماما. طبعا انا من خلال اللي انا هقوله لك دلوقتي ومن خلال اللي انا هوضحه لك دلوقتي هجيب لك اثبات على كلامي ان مش هو اللي جه في دماغنا هو الحقيقة، ولكن الحقيقة انا هقولها لحضرتك دلوقتي وهجيب لك اثبات عليها. مبدئيا كده ان كان في الثمانينات كان في فيلم للمخرج يوسف شاهين كان اسمه حدوتة مصرية. كان اللي المفروض اللي هيمثلوا الفيلم ده كان نور الشريف وكانت الفنانة يسرا، ولكن الفنانة يسرا لما قرأت السكريبت بتاعها وقرأت الدور بتاعها ما استلطفتش الدور، وقررت ان هي مش هتعمل الفيلم ده واعتذرت عنه، وبلغتهم ان هم يبلغوا المخرج يوسف شاهين ان هي معتذرة عن الدور ده ومش هتعمله. وبالفعل روحت، ومن هنا يوسف شاهين اول ما جه وعرف ان هي رفضت الفيلم هو كان ساعتها عنده 60 سنة وهي عندها 28 سنة. فهنا بيقول ازاي عيلة زي كده ترفض دور انا جايبه لها، وخصوصا ان هي كانت في بداية حياتها في التمثيل. فهنا المخرج يوسف شاهين قرر ان هو مش هيستنى وراح لها البيت بالفعل، وهي كانت ساكنة في الوقت ده عند خالتها. وبالفعل اول ما خبط على الباب هنا خالتها فتحت الباب، صباح الخير صباح النور. هنا بمجرد ما هو بيقول لها فين يسرا فهي افتكرته واحد من رجال المباحث، قالت له الأوضة بتاعتها اهي. فراح داخل بالفعل على الأوضة بتاعتها وراح مصحيها من النوم وقال لها انت مش عاوزة تمثلي الفيلم ده، واجبرها بالفعل طبعا ان هي تمثل الفيلم ده وتكملوا معاه. هل القصة دي انا اللي جايبها من دماغي؟ لا، اللقاء ده او الفيديو ده هو اللي هيثبت صحة كلامي. لقيت واحد بيصحيني، دخل عليكي فعلا في اوضه النوم؟ دخل عليا 3 اشهر يعني خلاص. خلاص انا قلت المسج وصلت وخلاص. قال لي قومي يلا. قال لك ايه؟ قال لي دي بقى، قال لي دي يلا قومي انا هاخد نسكافيه بره. ما تقطقتش. ما تقطقتش. لا قلت لها قومي. وبعدين قال لي اغسلي وشك، بتشربي ايه على الصبح؟ قلت له نسكافيه. قال لي اوكي يلا. انا قلبي كان هيقف. طلعت له بره قلت له في ايه؟ قال لي انت مش عاجبك الدور اللي انا عرضته عليكي، طب انت هتعملي الدور اللي عجبك اللي هو الزوجه. كان من ضمن كلامي يعني اللي انا بعته لسيف، قلت له انا مش فاهمه حاجه من دور الاخت، انا حابه دور الزوجه وبتاع. قلت له بجد؟ قال لي افتحي لي بقى الدولاب. فتح الدولاب قال ده بتاع المحكمه، وده بتاع كان، وده بتاع مش عارفه ايه، وده بتاع ايه. قلت له خلاص. قال لي يلا خلاص، وشعرك يبقى اسود بدل ما هو اصفر. قلت له الا دي، الا شعري، الا دي. قال لي هي دي الا شعري. فاكر لما قلت لي اصبغ شعري اسود وانا كنت خايفه. فكنت صبغت ولا لا؟ صبغت طبعا يا استاذ. انت طب كويس. انا عندي في حد بيقول لك لا؟ ما حدش يقدر يقول له لا. ما حدش يقدر يقول لك لا. ده بالنسبة لحقيقة فيديو الفنانة يسرا اللي منتشر دلوقتي على السوشيال ميديا. انا بقى اعرض لك دلوقتي فيديو الفنانة إلهام شاهين في مهرجان الجونة، ولكن برضو احقاقا للحق
حد هيطلع يقول لي طيب انت بتدافع عنها ليه؟ لا انا مش بدافع عنها، انا زي ما عودت حضراتكم ان لازم ان احنا اي كلمة نقولها لازم تكون في نهج الحقيقة، سواء الراجل ده او الست دي احنا بنشجعهم او لا، لازم ان احنا نقول الحقيقة عند اي واقعة بتقابلنا، سواء كنا محبين ليهم او لا. انا في الاول وفي الاخر انا ولا بحب الفنانين ولا الفنانات ولا بقبلهم اصلا، ولكن الحقيقة محدش يقدر ينكرها. تعالوا بقى دلوقتي نشوف فيديو الفنانة إلهام شاهين. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم هبت ايه في ايه؟ ده بالنسبة لفيديو إلهام شاهين. أنا هسيب حضراتكم تعلقوا على الفيديو ده، وحضراتكم ليكم كامل الاحترام وكامل التقدير. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا ما تنساش تدعم الفيديو باللايك بتاعك الجميل وتشترك في القناة، والأهم من ده كله ما تنساش تصلي على النبي.